في السوا بنسويه ازاي؟ بنسويه نص سوا في الفرن. بياخد نص سوا ما يكملش السوا، نطلعه. اول ما نطلعه نجيب فوطه مبلوله كده تحت الميه ونعصرها ونحط عليها ونسيبه يرتاح كده ربع ساعه نص ساعه. لو انت مش ضروري يعني مش عايزاه ساعتها مستعجله ساعتها ممكن تسيبيه براحته نص ساعه ساعه براحته. وبعدين عشان ايه السر كده؟ عشان ما تيجي كده تحطيه وتقطعيه بالسكينه كده على بعضه، ما يترميش حاجات كتير منه، ما تضيعيش ما يهدرش. ايوه ما يهدرش. ست مروه. يا ست مروه. الو. ماما اهلا. سمعتي الطريقه بتاعت السوا بتاعت الفقاص؟ نص سوا. دي جميله قوي. هو بيبقى بتسويه نص سوا، واول لما يطلع من الفرن ترمي عليه فوطه مبلوله تكون معصوره كويس عشان ما ينشفش، وعشان لما تيجي تقطعيه زي ما بنقطع الفايش بتاعنا كده ما يهدرش ويتكسر. ايوه تمام. على فكره انا دوت الفقاص قبل كده، كنت في زياره للمغرب وكان تحفه بجد. ما شاء الله. خلاص ما دام دقتي يا اختي رحت المغرب يا بختك. يا بختك. عقبال غاليه ما تروحي المغرب ان شاء الله. قولي لي ان شاء الله يا رب. قولي لي رحتي فين في المغرب؟ ايه؟ رحتي فين في المغرب؟ رحت مراكش. مراكش جميله. كانت جميله. اهلا بيكي يا ست فاطمه في مصر. يعني انت رحتي طنجه، اسمها طنجه صح؟ لا مراكش غير طنجه؟ لا مراكش غير طنجه. مراكش موجوده في جنوب المغرب. فين بقى قولي لي؟ مراكش دي سياحيه، دي بيعتملوا في المؤتمرات والمهرجان الدولي ده بتاع الافلام السينما. بيحضروا الممثلين كلهم من عندكم في مراكش. نزل السنه اللي فاتت، نزل فيه عادل امام كله بينزلوا مهرجاناته. هي بلد جميله وسياحيه. اسمها مراكش الحمراء عشان كل البنايات بتاعتها حمراء. لونها حمراء زي التراب بتقولي. وده المهندس حط معيار كده في مراكش، ممنوع حد يلون اي لون. سواء بسكانها بفنادقها بازقتها بكل حاجتها حمراء. مراكش الحمراء. اسمها مراكش جميله جميله. ايوه هي في جنوب المغرب وانت نازله كده الجنوب. عشان هي ما فيهاش البحر، لا العكس كده. العكس كده؟ يعني اعمل كده؟ ايوه خطوط كده. خطوط بسيطه؟ بسيطه كده. ايوه شويه كده بس. كده بس؟ كلها لا كلها كده خططها؟ كلها كده. ايوه خططتها. حاجه ادري عشان التخطيط ده لما تيجي تقطعي بيطلع لك في الاخر في الحروف زي الحروف كده. يا غاليه السلام عليكم. اعملي بقى انت كده. الحاجه ادري بقى كلميه وانت بتعملي الغريبه بقى. ماشي. كلمها يا حاجه ادري. السلام عليكم يا استاذه فاطمه. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كل سنه وحضرتك طيبه وانت طيب. يديك الصحه والعافيه يا رب. الله يخليك. انا الاول بس هديكي زغروطه ممكن؟ عاوز ازغرط لك. قولوا له زغرط حاجات. ربنا يخليك. كل سنه وحضرتك طيبه، واهل المغرب والمراكش والبحرين وكل الدول العربيه بخير يا رب. امين امين يا رب. امين كلهم. امين يا رب. يا داخل الجنينه حاسب على الياسمين، ده السسبان اختشى والفل قال مين؟ يا مغرب يا حلوين، يا مغرب يا سامين. الله 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 على الشعر الجميل ده. ايه الجمال ده؟ ده كل الفنانين الشعبيين ده احنا اتعلمنا منهم، الحاج يوسف وصلاح الصعيدي، كل الفنانين المحترمين الشعبيين دول احنا يعني بنقدر فنهم. انما انت منورانا، كنت قلتي مثل كده يعني ايه زي ما تقولي ايه، احنا عندنا في مصر من خد وده صار المال ماله. خدت بالك؟ عندكم زيه من خد وده صار المال ماله. يعني بالك انت يعني من خد وده صار المال ماله، يعني زي ما صح يعني هي صح. الكلمه كلمه شرف. صح يعني اللي عايش في وسطنا بقى زينا كده. طبعا ما فيش شك والله. ولا فيها شك. صح. ودق على السندال ولا 10 على الوتد، يعني كده زي ما احنا برضو بنقولها كده في الفلاحي. انما انا عايز ابلغك يا غاليه حاجه والله، الحاجه صباح من ناهيه وكل خضريه وتجار الخضار في ناهيه بعتلك لك تحيه معايا. الحاجه صباح مرات رمضان جبيلي بعتلك السلام النهارده الصبح، قالت لي والنبي لا تسلم لي على ست غاليه، وانا كنت قاعده بتفرج وست بسيطه كده فلاحه بسيطه زينا بتبيع خضار، بعتلك بدون سلام كل اهالي ناهيه بيبعتوا لك التحيه، كل الخضريه من بيت الجزيري لبيت داوود شنن. سلامي يا حاجه ادري.
حاج قدري سلامي من قلبي لكل واحده بتشقى وتتعب وقاعده بمشنة خضار في السوق، دي تاج على راس غاليه، من ليها احلى سلام وتحيه. طبعا. والنبي تقولي لها الحاجه صباح انا بسلم عليكي. بسلم عليك يا حاجه صباح، وهجيلك ناقيه اخد من عندك بتنجان حلو كده نعمله محشي. ده هي على فكره انت قريبين ليها يعني، وسيم وناهيه هم بيحشوا الخضار من جنبك من هناك هنا. يا اما اجي اخد شبت عشان نعمل محشي شبت. شكرا ليك يا حاج قدري. ده هي عايزه تعمل لك المحشي الشبت وتجيبهولك. تسلم لي، سلم لي عليها. شرفتنا. شرفتنا والله. انت كده بصي دلوقتي جبنا السكر بودره الناعم. يعني هي ما بتمسكش بالايد، بتعملها في السكر البودره. ايوه بنجيب يا ستي ميه زهر كده ونبلي بيها ايدينا كده ونجيبها كده عشان ايه ما تلزقش، وبعدين نروح رمينا في السكر ناعم كده ونجيبه كده بدل ما نعمله كده نجيبه كده كله.